يا ناس يا عسل، كوكيز وصل. رأيكم في الحاجات العسل دي؟ الناس اللي بتحب الشوكولاتة، الناس اللي بتحب القهوة سريعة الذوبان، الناس اللي بتحب الكاكاو. يلا كله يجمع وتعالوا نشوف عملنا العسل ده ازاي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض دلوقتي بسكوت القهوة بطريقة سهلة جدا وما بياخدش مقادير كتير ولا حاجة، كلها حاجات بسيطة جدا اهي. اقول لكم المقادير على السريع كده. نص كوباية زبدة درجة حرارة الغرفة، يعني مش سخنة ولا باردة. نص كوباية سكر مطحون، نص كوباية زيت، نص أو ربع كوباية لبن، معلقة ونص قهوة سريعة الذوبان، بيضة واحدة، رشة ملح ونسيت أجيبها، كيس فانيليا، ربع كوباية نشا، وهناخد معلقتين كاكاو. تمام، دي المقادير بتاعتنا. طبعا كوبايتين ونص دي. هنبدأ بقى بالطريقة بتاعتنا. هنجيب أول حاجة الطبق بتاعنا اللي هنعمل فيه، وهننزل بالمقادير بتاعتنا. نص كوباية سكر، مع الزبدة بتاعتنا زي ما قلت لكم بدرجة حرارة الغرفة، مع الزيت بتاعنا اهو. طبعا في ناس ممكن تعمله بسمنة، بس هي الزبدة بتخلي البسكوتة مقرمشة كده، والزيت بيخلي البسكوتة من جوه طرية. هنخلط كل الحاجات بتاعتنا كده مع بعض. نسيت اول حاجة اعملها طبعا اني ادوب القهوة مع معلقتين لبن. دي معلقتين بالظبط، معلقة ونص قهوة سريعة الذوبان. في ناس بيعملوا بدون، قهوة عادية، بس دي بتدي البسكوت بتاعنا طعم تاني. تمام، هركنهم على جنب وهخلط الزبدة مع السكر زي ما قلت لكم. نص كوباية سكر مع الزبدة مع الزيت. هنزل بحبة البيضة، حبة بيضة واحدة بس. ودام في بيض يبقى لازم يكون في كيس فانيليا. وهنضرب بمضرب أو بشوكة أو زي ما أنا بعمل كده بس. هفضل أضرب في الخليط ده لغاية ما لونه يبقى أبيض. بعد كده هضيف معلقة ونص قهوة سريعة الذوبان على الخليط بتاعنا. ريحة القهوة مخليها ريحته فظيعة. تمام، هحط كمان على الخليط دوت معلقة كاكاو خام. يستحسن طبعا لو عندك كاكاو فاتح، بس اللي عندي غامق شكل البسكوت هيبقى غامق شوية. الزبدة السواء طبعا زي ما قلت لكم بتخلي البسكوتة بتاعتنا مقرمشة، والزيت بيخلي البسكوتة بتاعتنا من جوه طرية. هيبقى بسكوت جميل جدا، بسكوت القهوة وسهل
ولا حطينا عليه بيكنج باودر ولا صودا ولا اي حاجه. ماده الرفع بتاعتنا الوحيده اللي في الوصفه ديت هي البيضه. هنزل بالدقيق بتاعنا بقى، بسم الله، والنشا عشان منساوش، وبرضه نسيت ذرة الملح هجيبها اوريك بسرعة. حطيت ذرة الملح اللي نسيتها وهقلب بقى. طبعا البسكوت ما بيتعجنش، البسكوت يدوب بس كده نخلط المكونات، لو اتعجن هيبقى على هيئة قرص أو عيش. يدوب بس كده المكونات بتاع الدقيق ناخد السوائل بتاعتنا وخلاص. أتمنى لو الوصفات بتعجبكم تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بعملها. وطبعا بشكر حبايبي المشتركين معايا في القناة، وبشكر كمان أصدقائي اللي لسه هيشتركوا في القناة. بس كده هلمها بس بقى كده. حتة جميلة جدا. بس كده دي شكل العجينة بتاعتنا. هحطها في التلاجة 10 دقايق وأجي أشكلها معاكم. دي شكل العجينة بتاعتنا اهي بعد ما قعدتها في التلاجة 10 دقايق. هبدأ دلوقتي أشكلها. أنا طبعا مولعة الفرن، لازم يدخل على فرن سبق التسخين. هعمل الواحدة كده قد حباية الزيتون، لأن طبعا هو في الفرن هيكبر شوية زي كده. وهجيب شوكة كده وهنغزه من النص كده، اديله نغزة كده من النص بس متوصلش لتحت بالمنظر ده كده. وهرص الصينية بتاعتي واوريها لكم لما اخلص، واوريها لكم قبل ما ادخلها الفرن برضه. دي شكل الصينية بتاعتنا اهي. نوى بلح هنسيب بين كل واحدة وواحدة فراغ كده لأن هو يكبر شوية. هدخله الفرن. طبعا كنت سابق التسخين، بيقعد في الفرن من 12 يعني ربع ساعة بكتير خالص، ربع ساعة. هدخل ده الفرن ونيجي نكمل مع بعض الصينية التانية. هعمل بقى الكمية التانية كوكيز وشوكليت شيبسي. هنعملها مدورة كده وننزل بالمنظر ده كده، وهرصها برضو في الصينية. دي بتقعد بقى في الفرن ربع ساعة. هخلص برضو واوريكم شكله بعد ما يطلع من الفرن. دي الصينية التانية اهي، هدخلها الفرن وبعد كده اوريكم شكل بسكوت القهوة بتاعنا كله عامل ازاي. ده شكل العسل بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن. شايفين الجمال، ريحة القهوة بقى مع الكاكاو مع الشوكولاتة عاطين ميكس فظيع وريحة جميلة جدا. يلا لو عندك كوبايتين ونص دقيق، نص كوباية زبدة، نص كوباية زيت، معلقة ونص قهوة سريعة الذوبان، بيضة واحدة بس، هاتيهم وقومي اعملي العسل اللي احنا عملناه ده. اشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله.